بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هتكلم معاكم عن ظلم مسابقة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط. طبعا في 11/2021 أعلنوا عن مسابقة فيها مهندسين وكيميائيين وفنيين وعمال ومراقبين ومراقب أمن وحرفيين وعمال يعني أكتر من وظيفة وكهربائي، يعني فيها وظائف كتير. اتقدم في المسابقة دي 40,000 شاب وشابة. كويس. خدوا منهم كام؟ تخيل، سنتين والشباب بتجري رايح جاي رايح جاي رايح جاي، وأوراق وفلوس والكلام ده كله. طبعا الملف ب100 جنيه. حلو. 100 في 40,000 ب4 مليون جنيه. تعال نقول الناس اللي عملت تظلمات حوالي بتاع 20,000، التظلم ب200 جنيه. كويس. ده غير الأوراق، يبقى 200 جنيه في 20,000 ب4 مليون. يعني في خلال سنتين دخلوا 8 مليون من ورا 40,000 متقدم للوظائف. خدوا كام بقى بتوع شركة المية؟ خدوا مجموعة وسايط لا يتعدوا الأصابع، حوالي 50 أو 60 أو 100 أو 200 من 40,000 شخص اتقدموا للوظائف دياتي. طبعا مؤهلات عليا ودبلومات وشهادات محو أمية، تمام، اللي هم الحرفيين والناس اللي هم الفنيين والكلام ده كله. للأسف الشديد اللي دخلوا بالوسايط، لأن في ناس، في أكتر من 5 أشخاص أو 6 إخوات، 2 إخوات 2 إخوات 2 إخوات في المسابقة. طبعا اتدفع لهم فلوس، وسايط، البشوات أما ترشي الموظفين أو الموظف اللي ماسك، أو إن كان مدير ولا موظف أيا كان، ارتشى ودخل الناس دياتي. من الآخر احنا عاوزين حق ال40 شاب وشابة، 40,000 شاب وشابة اللي اتهدر بيهم سنتين كاملين في محافظة أسيوط، اللي اتقدموا لمسابقة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط. الناس اللي دخلت بناء على ايه؟ وطبعا في ناس عليها قضايا دخلت مراقبين أمن، في ناس تانية اخواتها شغالة في شركة المياه، وفي 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 احنا عاوزين الدولة تفتح ملفات الناس دياتي من تاني، وبنطالب بإقالة رئيس الإدارة، وبنطالب بإقالة النائب بتاعه، وبنطالب بإقالة السادة اللي ماسكين حملة التوظيف في إدارة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط. مش هنسكت على حقوق الناس دياتي، لأن الناس دي ظلمت وحقها لازم يرجع كامل مكمل. صوتنا لازم يوصل للدولة، والدولة لازم تاخد موقف مقابل الناس دياتي، لأن الناس دي فعلا بتستهبل وبتستعبط وواخدة حقوق أكتر من حقوقها. فلازم يكونوا عبرة لغيرهم عشان محدش يفكر يعمل كده تاني. وفي ظل القيادة الحكيمة وفي ظل وجود السيد رئيس الجمهورية مش هيسمح بالكلام ده. فاحنا بنطالب السيد رئيس الجمهورية بفتح ملف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، وإقالة كل موظف مش هم يتعامل بضمير ونية سليمة اتجاه الدولة واتجاه صالح المواطن. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.